الراجل شال لزق بصمة وحطها على إيده وكان رايح اجتماع مهم. بعد شوية بن وصل المكان المتفق عليه. ست شقرة استنته وخدته معاها الفيلا فخمة حوالين منها عربيات غالية جدا. قبل ما يدخل لازم يعدي من ماسح بصمة. هنا كانت البصمة المزورة ليه مفيدة بس فشل في أول محاولتين. الست بدأت تشك فيه. بن وهو متوتر بص على صباعه. في المحاولة الثالثة الجهاز اشتغل أخيرا. بن قابل صاحب الفيلا والمفاجأة إن الراجل ده طلع مجنون بيجمع مقتنيات وبيعمل الاجتماعات دي كل سنة. وراه مجموعته لبس مهرج لفت نظره وصحاله ذكريات قديمة. تلاجة كان بيستخدمها وشاكوش ودي نفس الأدوات اللي هو استخدمها زمان في جرايمه. مقابل كده بنسلم كارت شخصي. بعد شوية الناس التانيين بدأوا يدخلوا واحد ورا التاني. العشاء ابتدى. بعد الأكل واحد من اللي قاعدين أعلن هدفه الجاي. ست عايزة تعمل تاتو لكلبها اللي مات كنوع من التكريم. القاتل خطط يقتلها الأول وبعدها يحول التاتو لمقتنع. الكلام ده هز أعصاب بن. الاجتماع خلص والكل مشي. تاني يوم بن ظبط ميعاد مع الراجل ده. بالصدفة الست صاحبة التاتو كانت قاعدة قدامهم. الراجل ورى بن أدواته. بن عمل نفسه عنده مشوار ومشي لكن في الحقيقة استنى قريب. أول ما الراجل استعد يهاجم بن استغل الفرصة وهجم عليه. لفه بالبلاستيك الشفاف